كفايه كده كفايه. اتفضل استريح. قبل ما ابونا يبتدي بس اقول له كلمه صغيره. احنا اخيرا الحمد لله حالفنا الحظ والتوفيق ان النهارده يبقى ابونا مسائيل عندنا في الكلمه، والنهارده يبقى يوم خميس فعندنا اجتماع شباب، ويكون الاسبوع على ابونا مسائيل، ويكون عيد رسامه ابونا مسائيل النهارده العيد ال 48. فدي صدفه يعني ما توفرت لناش كتير، احنا ما صدقنا استغلينا الفرصه عشان نقول لابونا كل سنه وانت طيب يا ابي، كل سنه ابونا باسم كل الشباب والشابات والاجتماع كلنا بنبارك لقدسك ونقول لك ربنا يديم كهنوت قدسك لينا يا ابونا يباركنا. دي هديه بسيطه كده، ورد يعبر عن المحبه يا ابي. ممكن نقرب شويه؟ ممكن نطلع قدام شويه؟ ان شاء الله المره الجايه هنحط لكم ابونا يقف هناك في الاخر كده عشان خاطر بيكلم الناس في هناك. يا ريت نخش جوه كده عشان ندردش مع بعض. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه عيد حلول الروح القدس وبمناسبه صوم الرسل. موضوعنا النهارده كان احنا هنتكلم عن الروح القدس. هو مين حط البرنامج؟ خدام ولا ابونا؟ مين حط البرنامج؟ ها؟ مين بيحط البرنامج؟ ابونا ولا الخدام؟ الخدام؟ يعني الخدام هم اللي عملوا البرنامج. طب كويس عشان اخد راحتي. ايه رايكم نيجي نتعرف على الروح القدس؟ ولا دي معرفه قديمه؟ نحتاج نتعرف على الروح القدس ولا معرفه قديمه؟ لا انتوا تشتغلوا معايا. سميعه لا 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 تشتغلوا معايا. في معرفه قديمه ولا هنتعرف عليه؟ طب مين يقدر يقول لي عرفنا بالروح القدس؟ حد يقدر يعرفنا بالروح القدس؟ نعرف ايه عن الروح القدس؟ ها؟ مفيش خالص؟ طب ده انا بلاحظ ان احنا في معظم الاجتماعات بيكون ابونا ما بيتكلمش وانتوا اللي بتتكلموا. اشمعنى النهارده يعني؟ ونشكر ربنا ان مفيش، احنا صيام مفيش سد الحنك. بيعملوها بالسمنه ومفيش سد الحنك. ها؟ ايه اللي نعرفه عن الروح القدس؟ لا تقولي كده وسمعيني. ها؟ الروح ايه؟ منبثق من الاب. برافو عليك. ايه كمان؟ حلو، منبثق من الاب. ها؟ ها؟ واخد صفات الله؟ واضح ان احنا عايزين نتعرف عليه. ها؟ مين يقول؟ مفيش خالص؟ ها؟ اي حد يقول اي حاجه. معلش دكتور عادل سيبهم وهم يفكروا. ها؟ ايوه حبيبي. الروح الله اللي احنا بنتميز بيه. برافو. ها؟ ايه كمان؟ ها؟ اجتهدوا كده اي كلام، قولوا اي حاجه. ها؟ نعم. روح ربنا ساكن فينا. برافو عليك. ها؟ ايه كمان؟ ما تبتديش تتكلموا كويس. ها؟ ايه كمان؟ على فكره المفروض ان احنا عارفينه كويس جدا. المفروض ان احنا عارفينه كويس جدا. يعني كنا ان احنا مش عارفين نتكلم عنه، دي دليل على حاجه مش حلوه. ها؟ طب عايزين نعرف بقى ايه الروح القدس من هو؟ ولما يجي يتكلم عن الروح القدس ما نقولش ما هو عشان عيب.
ما نقولش ما هو لأن عيب. ما هو تتقال على إيه؟ على الجماد. ها؟ يقول لك لكن من هو؟ أنت عارف إن هو كائن ولا حاجة تانية؟ كائن حي. كائن حي. عشان نعرف الروح القدس من هو ومعلوماتنا تبقى موثقة بكلام الروح القدس. احكي لكم حكاية حصلت في الكنيسة في بداية العصور بتاعتها. لما ابتدأت الكنيسة بحلول الروح القدس على التلاميذ ابتدوا يبشروا. وفي اليوم الأولاني بطرس الرسول وعظ وعظة، والجموع اتعجبت جدا. الله، ازاي الناس دول جليليين واحنا سامعين كل واحد فينا كلامهم بوضوح جدا، كل واحد بلغته. فاهمين الكلام ده؟ يعني بطرس الرسول ده صياد بيتكلم بلغته بلهجته، ويوحنا نفس الحكايه، يعقوب نفس الحكايه، فبيكلموا بلغتهم. لكن اللي قاعدين سامعين لهجات مختلفه ولغات مختلفه. فواحد بيتكلم وكل الناس سامعه كل واحد بلغته، كلام واضح جدا. ازاي الكلام ده؟ ازاي الكلام ده؟ ابتدوا يحسوا بقى ان في ايه؟ في قوه بتشتغل مع التلاميذ دي جذبت نظرهم، فابتدوا يامنوا بالمسيح. عمدوه. ابتدت الكنيسه ب 3000 شخص، نوعيات كتيره جدا من جميع فئات الشعب، فيهم الغني، فيهم الايه؟ المتوسط، فيهم الفقير. فقالوا مش معقول ان احنا ايه نكون كنيسه وفي ناس مترفهه قوي، ناس مش لاقيه تاكل. المفروض ايه؟ الكل ايه؟ يتوفر له كفايته. فعملوا ايه؟ ابتدى الغني يقدم تقديمات تنفع للايه؟ للمحتاجين. واللي كان عنده حاجة راح يبيعها عشان خاطر يدفع ايه؟ ثمنها، يساعد بيها المحتاجين في الكنيسة. ففي شخص اسمه حنانيا كان عنده حاجة معينة راح باعها بمبلغ معين، وزوجته تعرف الكلام ده. قال لها انا هروح بقى ايه؟ للكنيسة وادفع للفقراء. لكن للأسف عمل إيه؟ استقطع جزء من الثمن. خلي بالكم، استقطع جزء من إيه؟ من الثمن، وراح قدم الباقي. فبطرس قال له أبي هذا الثمن بعتما، إن كان حقل ولا غيره يعني، ولا المحل يعني اللي أنت بعته ده بالثمن ده؟ قال له آه. فهقرا لكم بالظبط كده بطرس قال له إيه؟ أليس وهو باق كان يبقى لك؟ خلي بالكم. قال بطرس يا حنانيا لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس؟ خلي بالكم، خلي بالكم كويس قوي. يا حنانيا لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحقل؟ وبعدين قال له ايه؟ أليس وهو باق كان يبقى لك؟ حد ضغط عليك انك تبيعه؟ ولا انت بعته برغبتك؟ هل احنا طلبنا انك انت تبيعه؟ حد قال لك تبيعه؟ ولما بيع ألم يكن في سلطانك؟ ولما انت بعته قبضت ثمنه، مش الفلوس كلها كانت في جيبك؟ حد طلب منك انك انت تجيبها؟ خلي بالك. فما بالك وضعت في قلبك هذا الأمر؟ أنت لم تكذب على الناس بل على الله. الأول قال له إيه؟
لماذا كما الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس. والمرة دي بيقول له ايه؟ تكذب على مين؟ على ايه؟ لا انا عارف صوتكم اعلى من كده كتير. على مين؟ على الله. يبقى الروح القدس هو ايه؟ هو الله. مش كده ولا ايه؟ يبقى لما نيجي بنعمل برنامج ما نقولش ايه؟ البرنامج النهارده المره دي عباره ايه؟ ما هو الروح القدس؟ ينفع؟ لا، عيب. عيب. من هو الروح القدس؟ مين هو بقى؟ الله. هو ربنا. هو ربنا. طب تعالى بقى، ربنا يعني ايه؟ هو ربنا الآب ولا الابن ولا الروح القدس؟ ولا هما ثلاثة ولا حكايتهم ايه دول؟ الله واحد مثلث الايه؟ أقانيم. أقنوم هو الآب، أقنوم هو الابن ربنا يسوع المسيح، أقنوم الايه؟ الروح القدس. ينفع حد يديني مثل الحكايه دي كده؟ مش موضوعنا دلوقتي. عشان يعني ايه اللي كلنا نبقى عارفين يعني. حد يديني تشبيه كده؟ ايوه، الشمعه. برافو عليك. الشمعه لما تيجي تنورها، وخصوصا اليومين دول مثلا لما يكون النور بيتقطع وبتوع الثانويه العامه بقى بايه؟ بيزنقوا في المذاكره، يروح منور ايه؟ شمعه. شايب يقعد ايه؟ يذاكر على ايه؟ على ضوء الايه؟ الشمعة. الشمعة دي فيها 3 حاجات: اللهب، والضوء اللي بيذاكر عليه بتاع الثانوية العامة، وحرارة دي على ايه؟ تأثر عليه. بس هي ايه؟ شمعة واحدة. نقول له انت بتذاكر في ايه؟ في الشمعة. انت بتذاكر في ايه؟ في الشمعة، مش كده؟ يعني هو داخل جوه الشمعة بيذاكر فيها ولا بيذاكر في ضوء الايه؟ الشمعة. كذلك الايه؟ 3 أقانيم هو إله ايه؟ إله واحد. ماشي. نيجي بقى نشوف ايه؟ عمل الروح القدس في الكنيسة. ايه عمل الروح القدس في الكنيسة؟ نمرة 1 أسرار الكنيسة. أسرار الكنيسة الايه؟ 7: المعمودية، 2 ميرون، 3 توبة الاعتراف، 4 إفخارستية، 5 مسحة المرضى، 6 الزواج، 7 كهنوت. برافو عليك. ده أنا اللي بقول على فكرة، بس بقول لكم برافو عليك يعني. ماشي. تعالوا شوفوا كده بقى. كل الأسرار دي لخدمة مين؟ الإنسان. مش كده ولا إيه؟ ولا ده بيعمل كده؟ بالمعمودية الإنسان بيحصل على إيه؟ الروح القدس ولا حاجة تانية؟ بالمعمودية الولاد بيقولوا الروح القدس. الايه؟ غفران خطايا. بالمعمودية. الولادة الثانية، نحن نولد الولادة الثانية في المعمودية. ايه يا جماعة؟ ايه يا جماعة؟ عارفين السبب ايه؟ طب اللي هيقول لي السبب انا شاطر هديله جايزة. ايه السبب اللي احنا مش عارفين؟ اصل احنا فاصلين اجتماع الشباب عن الكنيسة. يعني أنا مش بشوفكم إلا يوم الخميس بس، بينما الكنيسة بتيجي سبت وحد الصبح واثنين الصبح وثلاث بالليل واربع الصبح والجمعة قداسين. كل ده احنا مش هنا. وبعدين بقى هنعرف ازاي يعني؟ نعرف ازاي؟ في المعمودية الولادة الثانية اللي قال عنها المسيح ايه؟ إن كان أحد لا يولد من فوق لا يستطيع أن يدخل
ملكوت السماوات. وقال كده إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يرى ملكوت السماوات أو لا يدخل ملكوت السماوات. أسألك سؤال بقى. الكنيسة بتاعتنا واعية قوي، بتعمد الولد وهو عنده 40 يوم والبنت وهي عندها 80 يوم، إيه السبب؟ مع إن في بعض الناس يقول لك إيه؟ ما نستنى شوية لما الولد يكبر ونشوف هو يا ترى يختار إيه؟ إيه رأيكم؟ مش برضه نستنى لغاية لما يكبر ونشوف يختار إيه؟ يكون مسيحي ولا ما يكونش مسيحي؟ ها؟ إيه رأيك في المنطق الحلو ده؟ حد فيكم سمع الفكر ده؟ ولا أنا بتهيألي؟ سمعتوه؟ طب إيه رأيكم فيه؟ عارفين زي إيه بالظبط كده؟ زي ما أنا إيه أم مثلا إيه تخلف ابنها. بعدين تقول له إيه؟ بص يا حبيبي أنا هديك حرية الرأي. لما تبقى تفهم يعني إيه رضاعة هبقى أرضعك. مش هرضعك قبل ما تفهم وأسألك أنت متأكد من اللي أنت بتقوله عليه ولا لأ؟ وحاجة تانية كمان، ولا هحميك إلا لما تفهم يعني إيه حمام. لما تفهم هحميك يا حبيبي. ايه رايكم؟ الطفل ده هيعيش كام ساعه؟ ولا ساعه. ولا ساعه. ها؟ فالكنيسه ايه؟ واعيه. واعيه. بس مش المنطق اللي انا قلته كده بس، يعني لازم يعني ايه بلطف معاكم الجو شويه، لكن في حقيقه في الكنيسه واخداها إن الطفل وعنده 8 أيام يتختن يبقى من شعب مين؟ شعب الله. طب لو ما تختنش ما يبقاش من شعب ربنا. طب لو ما اتعمدش وهو صغير يبقى لسه ما بقاش مسيحي. طب أنا إيه أديله فرصة إن هو يعيش مش مسيحي وما يتمتعش بمسيحيته من صغره ويتمتع ببقية الأسرار. فهمتوا الحتة دي؟ فهمتوا الحتة دي؟ ولا غامضة؟ ها؟ طيب ده السر الأولاني. السر الثاني سر حلول الروح القدس بالميرون. كان أول إيه؟ بوضع الإيه؟ اليد. الكنيسة دلوقتي بتعمله بالميرون المقدس. وخلي بالكم إن السر ده بيتم فوراً بعد المعمودية. بيتم فوراً بعد الإيه؟ المعمودية. يبقى إذا بقى السر الأولاني بننال به الإيه؟ الولادة الثانية. 2 حلول الروح القدس بالإيه؟ بالميرون. وفي نفس الوقت على طول إيه؟ بيتم السر. طب ليه؟ حد يعرف ليه؟ نعم؟ طب ليه على طول إيه؟ ما نستنى شوية وبعدين نعمل الحاجات دي. يعني يروح وبعدين يجي لنا بعد اسبوع، يجي لنا بعد اسبوعين، يجي بعد شهرين، يجي حاجه يجي. ليه يعني؟ ليه على طول كده الميرون بعريه؟ ليه؟ ها؟ ده مش بس عشان احنا ما بنجيش الكنيسه، عشان حاجه تانية. ده مش بس عشان احنا ما بنجيش الكنيسه، عشان حاجه تانية، هي ان احنا فاصلين نفسنا عن الايه؟ عن الكلام الحلو ده. عن الكلام الحلو ده. لو خدتوا بالكم كان من ضمن القرايات اللي بتسبق حلول الروح القدس اتقرا انجيل اتقال فيه الاتي. قال كده ايه؟ الروح النجس لما يخرج من بيت يجول يبحث عن موضع ليس فيه ماء فلا يجد، فيقول ارجع لبيتي اللي خرجت منه، فيجده فارغا مكنوسا مزينا، فيأخذ 7 أرواح أشر منه فتكون أواخر هذا الإنسان أشر من أوائله. فهمت الكلام ده؟ يعني إيه؟ ما هو المعمودية يعني إيه؟ أنا بالمعمودية طلعت هيكل نقي.
اتولدت ولادة جديدة، لازم الهيكل ده يجي له ساكن بسرعة. يجي له ايه؟ ساكن بسرعة، اللي هو مين بقى؟ الروح القدس، اللي هو الايه؟ الروح القدس. ها؟ واخدين بالكم؟ فيملى الهيكل ده، فالشيطان ما يقدرش ايه؟ يقرب منه. فهمتوا الحته دي؟ فهمتوها؟ شفتوا دور الروح القدس ايه؟ يبقى انا بتكلم دلوقتي عن دور الروح القدس في الكنيسه وايه؟ وفي الانسان في نفس الوقت. يبقى اول حاجه في المعموديه الولاده الجديده ان انا ايه؟ اصير هيكل نقي مقدس لحلول الروح القدس فيا، فيسكن الروح القدس ايه؟ فيا. السر الثالث عباره عن سر الايه؟ التوبه والاعتراف. التوبه والايه؟ والاعتراف. ها؟ بناخد فيه ايه؟ غفران الخطايا، بروح اعترف بخطايا. ما فيش انسان ما بيغلطش. ما فيش انسان ابدا ما بيغلطش، كل واحد بيغلط. يقول لك ليس انسان طاهرا وحتى لو كانت حياته يوم واحد بيغلط. طب الحل فين؟ هرجع تاني للهلاك؟ لا، في سر التوبه ايه؟ اروح اعترف بخطيتي، وفي كاهن يصلي لي الايه؟ الحل. هنتكلم عن الكاهن ده في سر الكهنوت، وده يؤهلني ان انا اروح اتناول السر الرابع، جسد المسيح ودمه. طب هنا الروح القدس بيعمل ايه؟ يحل على الخبز، يصوروا ايه؟ يصيروا جسد المسيح، والخمر يصيروا ايه؟ دم المسيح. طب هنا في سؤال بقى، بما اننا يعني شباب وعرضة ان احنا برضه نتساءل كتير او نسال ناس يسالونا، يعني هو اللي بتتناوله ده ايه؟ عارفين الكنيسه كانت النهارده بتعيد عيد مرجرجس المزاح، او امبارح كان مرجرجس مزاح. مرجرجس مزاحم كان امه مسيحيه وابوه مش مسيحي، فكانت بتاخده معاها الكنيسه. وبعدين الولد بيلاحظ ان مامته تخش في مكان كده وترجع تطلع واكله حاجه، يقول لها ماما انا عايز اخش زيك كده وايه؟ واكل اللي بتاكليه جوه. وتقول ما ينفعش. ما ينفعش. ليه يا حبيبي؟ اصلك انت مش متعمد. اصلك انت ايه؟ مش متعمد. طب يجرى ايه يعني؟ قالت له اصل اللي جوه ده جسد المسيح ودمه. بس انت السؤال اللي بيساله ايه بقى؟ يقول لك ده هو ده، اعملوا هذا ايه؟ ها؟ لذكري. طب يا ترى ذكري دي يعني ايه؟ يعني اللي احنا بنتناوله ده ذكرى ولا جسد حقيقي؟ جسد حقيقي؟ طب اللي يقول زي جسد حقيقي يرفع ايده. هعد كده 1 2 3 4 5 6 7 8. طب اللي يقول ان هو ذكرى يرفع ايده. هو طبعا هو جسد حقيقي وذكرى. بس ايه اللي ياكد الكلام ده؟ حد يقدر ياكدها لي؟ نعم. جسد حقيقي ايه؟ ماشي. حد يقدر ياكد لي ان هو جسد حقيقي؟ ايوه. ما هي تذكار بقى. ها؟ ايوه. طب ما هو تذكار برضه. ها؟ 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 نعم. أوكرولوس. نعم. خلي بالكم على فكرة، اسمعوا الحاجات دي مهمة قوي. ها؟ من ايه؟ من يأكل يحيى بي. طيب اسمعوا اللي هقوله لكم ده.
لما كان الشعب إسرائيل في برية سينا كانوا خارجين معاهم أكل وشرب، وخلص الأكل والشرب وجاعوا، أما ربنا جاب لهم إيه؟ المن من السماء. ركزوا معايا قوي قوي. جاب لهم إيه؟ المن من السماء. وقال لهم بقى إيه؟ قال لهم بصوا كل يوم الصبح تطلع هتلاقي المن ده موجود، خد كفايتك ما تزودش وتاكلوه. تاني يوم هتلاقي ايه؟ نفس الاكل. ما تبيتش منه حاجه لبكره، لان لو بيت منه حاجه لبكره هي ايه؟ هيدود. ها؟ بس انت بقى ايه؟ يوم الحد والاثنين والثلاث والاربع والخميس والجمعه تروح تاخد من. يوم الجمعه تاخد ضعف الكميه. خلي بالكم. ليه؟ لأن يوم السبت مش مش هتلاقي. فاللي ما سمعش الكلام راح يوم السبت ما لقاش، قاعد بالجوع. طب ازاي حبيته من الجمعة للسبت؟ قال في اليوم ده مش هيدود. خلاص كده اتفقنا؟ اليوم ده ايه؟ مش هيدود. بعدين قال له ايه بقى؟ قال له كمان تعمل إناء تحط فيه المن ده، تحفظه في تابوت العهد تذكار طول الوقت. المن ده فضل موجود في الهيكل لغايه لما جه المسيح، ما دوتش. هو نفس الايه؟ ها؟ نفس المن. يبقى اذا التذكار نفس الشيء. فهمتوا حاجه؟ فهمتوا انا قلت؟ فهمتوا ايه؟ المن اللي كان موجود في قصة المن، ها، اللي هو التذكار ده، هو نفس المن اللي كانوا بياكلوه من 40 ايه؟ من 40 سنة. أقول لك مثل تاني. يوم خروج شعب إسرائيل من أرض مصر بالليل ذبحوا خروف الفصح وحطوا الدم على العتبة العليا والقائمتين، علامة الصليب. بعدها بسنين كل سنة يذبحوا ايه؟ خروف ولا تذكار؟ يذبحوا ايه؟ خروف برضه، مش كده؟ يبقى إذا التذكار من نفس الايه؟ يبقى لما يقول المسيح بقى ايه؟ هذا اصنعوه لذكري، اللي كان في ايده جسد. يبقى كل قداس اللي بنقدمه لك ده ايه؟ جسد. هو اللي كان في ايد مين؟ السيد المسيح ساعة ما قدمه يوم خميس العهد. فهمتوا الحتة دي؟ ده السر الايه؟ الرابع. السر الخامس اللي هو مسحة المرأة كلنا عارفين قنديل. السر السادس اللي هو الزواج، ان الاثنين يبقوا ايه؟ جسد واحد. والسر السابع اللي هو الكهنوت، اللي هو خادم هذه الايه؟ اسرار. يبقى احنا هنا اتكلمنا عن عمل الروح القدس في الكنيسة في الاسرار لخدمة الايه؟ الإنسان. بس الكهنوت في نقطة هنا هترجعنا للسر الثالث، وهو إيه؟ التوبة والإيه؟ الاعتراف. أنا بيحصل إيه هنا؟ أنا باجي أقول لأبونا أنا عملت، هو يقف يصلي إيه؟ بس خلي بالك، هو التحليل اللي بيصليه ده بيقول لي إيه؟ الأول بيطمني الوثيقة اللي بيها أنا واقف بصلي لك، إن الله ربنا يسوع المسيح نفخ في وجه تلاميذ القديسين والأطهار وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم، من أمسكتوها إيه؟ وإن السر ده ماشي في الكنيسة. خدت بالك؟ أنت بتطمني بقى إن اللي بيصلي لك أبونا، اللي بيصليه لك أبونا ده إيه؟ سلطان إلهي ربنا مديه للكاهن عشان خاطر يغفر لك الإيه؟ عشان ربنا يغفر لك الخطايا بالحل اللي أنت بتسمعه. خلاص كده؟ يبقى احنا عرفنا عمل الروح القدس في الكنيسة لخدمة الإنسان. فاضل حتة صغيرة كده على كل عليه. هل تفتكروا حتة كده احنا قلناها في الأول خالص، ما نسيبش البيت فاضي؟ معناه إيه؟ الروح القدس إيه؟ ساكن
جوانا. لما المسيح اتكلم عن الروح القدس قال ايه؟ قال يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. يعني ايه يعلمنا كل شيء ده؟ يعني ايه يعلمنا كل شيء؟ قال اللي فيه الروح القدس ده يعرف معرفة ما يعرفهاش أي إنسان تاني ما فيهوش الروح القدس. طب إزاي؟ مع إن المعرفة متوفرة في المكتبات. أي حد يخش مش فيها معرض كتاب اليومين دول هنا ولا إيه؟ اسكندرية فيها معرض كتاب اليومين دول؟ خش بقى تلاقي إيه؟ كتب على كيفك في جميع المجالات. تقول لي هي دي بقى ده مصدر المعرفة. أقول لك لا لا لا، ده في حاجات الروح القدس يعرفها مستحيل الكتب اللي أنت بتتكلم عنها دي يعرفها. يعني إيه الكلام ده؟ أسألكوا سؤال. لو إحنا مثلا واحد احتاج يعمل عملية الزايدة الدودية، هيروح المستشفى هيتبنج ما يحسش بحاجة، تعمل له عملية بعد كده يفوق. لو سألناه قلنا له الدكتور عمل لك إيه؟ يقدر يحكي لنا؟ ما يقدرش. طب إيه رأيكم إن في واحد اتعملت له عملية جراحية كبيرة قوي ولما صحي حكى اللي اتعمل بالحرف الواحد؟ إيه رأيكم؟ واحد اتعملت له عملية جراحية كبيرة قوي هي قالتها خلاص يعني. لما ربنا حب يعمل معين النظير لآدم نيمه نومة طويلة قوي وصحي آدم لقى إيه؟ المعين نظيره إيه؟ قدامه. قال إيه؟ هذه لحم من لحمي وعظم من عظمي إنها تدعى امرأة لأنها من امرئ. عرفت منين؟ عرفت منين؟ أنت كنت نايم. أنت كنت نايم. عارف منين؟ ها؟ كان واعي بالروح القدس اللي فيه. الله، هو الروح القدس كان في آدم لما ربنا خلقه. ايه رأيكم؟ ولا لا؟ ها؟ ليه؟ لأن ربنا خلق آدم على صورة الله وشبهه نقي جدا، نقي جدا. ها؟ وأعطاه الروح القدس لكي يكون له معينا لحياته الروحية. فهمتوا الحتة دي؟ فهو ده اللي أعلن له، ده اللي عرفه. وده السبب ان لما مرت عليه الحيوانات سماها. هو عرف اسميتها منين؟ الروح القدس قال له ده كذا وده كذا وده كذا وده كذا. بس للاسف الشديد لما ادم بقى اخطا وفسدت طبيعته الروح القدس ايه؟ فارقه. وبدل ما كان الروح القدس بيشتغل من جوه ادم ابتدى يشتغل ايه؟ من بره الانسان. عشان كده احنا نشوف العهد القديم نلاقي ايه؟ روح الله يعمل مع الانبياء اعمال من اروع ما يمكن. اكبر دليل على كده ايه؟ الكتاب المقدس ده مكتوب بايه؟ كتبه اناس الله القديسون مسوقين بالايه؟ بالروح القدس. ايه اللي عرف موسى الكلام اللي كتبه؟ الروح القدس. بس كان بيمليه من ايه؟ من بره. لكن احنا بقى في العهد الجديد ايه؟ دم المسيح طهرنا فعاد الروح القدس يسكن ايه؟ فينا زي ما قلنا في سر الايه؟ المعموديه والايه؟ والميرون اللي وراها على طول. ماشي؟ الروح القدس عشان خاطر نعرف بيعمل فينا ايه؟ هفرق لك بين واحد فيه روح ربنا وواحد فيه روح العالم. هتفهم بسرعة يعني. ايه رأيكم لو قارنا بين شاول الملك بعد أن فارقه روح الله وبين داوود الذي حل عليه الروح القدس؟ في فرق ولا مفيش فرق؟ فرق كبير.
فرق كبير جدا. اول فرق فيهم ايه؟ ان اللي ما فيهوش الروح القدس خواف، واللي فيه الروح القدس لا يخاف. طب ايه الاثبات؟ لما تقرا صموئيل الاول اصحاح 17 تلاقي الفلسطينيين هجموا على شعب اسرائيل واصطف الجيش قصاد الجيش، عارفين القصه كويس قوي قوي. طلع واحد من وسط الفلسطينيين قال لهم ايه، اللي هو اسمه جليات، قال لهم لو فيكم راجل قدي يجي يبارزني، واللي يغلب يبقى هو ده الايه؟ شعبه غلب. طبعا شاول خاف، وبالتالي الجيش كله خاف زيه. جه مين؟ داود الشاب الصغير الحلو ده. قال لهم ايه ده؟ ازاي الراجل الاغلف ده يعاير صفوف شعب الله؟ ازاي الكلام ده؟ انا اروح اموته. يا ابن حبيبي انت مش بتاع حرب، ها؟ راح قال له ايه؟ انت تاتيني بسيف ورمح وترس، انا اتيك باسم ايه؟ وغلبه. يبقى اذا ادي اول فرق بين الايه؟ اللي ما فيه روح العالم واللي فيه روح ايه؟ قدس. اللي فيه روح العالم خواف، تاني ايه؟ لا يخاف. 2 شاول لما لقى ان جليات مات وانتصر الشعب، قعدوا ايه؟ الناس يغنوا. في الغنوه دي حصلت مصيبه بقى. الستات قعدوا ايه؟ يطبلوا يرقصوا يغنوا. ايه؟ شاول موت الوف، لكن داوود موت ايه؟ عشرات الالوف. قال بس فضلت بقى ايه؟ كمان شويه ايه؟ دول المملكه بقى. وابتدى شاول يطارد مين؟ بالحقد بتاعه. يبقى اذا اللي فيه روح العالم حقود، بينما اللي فيه روح القدس ايه؟ يعرف المحبه. وياما وقع شاول في ايد داوود، وداوود ما رضيش ايه؟ يزيه. ها؟ فرق كبير جدا بين الاثنين. ها؟ عشان كده بقى احنا ايه؟ نشوف الروح القدس بيعمل فينا ايه. قلت يعلمك كل شيء، تقرا الكتاب المقدس يشرحه لك كويس قوي قوي، يفهمه لك، ويذكركم بكل كلام مين؟ ربنا. كمان ثمار الروح القدس اللي بيعطيها الروح القدس فينا، المحبه اللي ما كانتش موجوده فين؟ في شاول، موجوده فين؟ داود. الفرح اللي ما كانش بيذوقه شاول كان متمتع بيه ايه؟ داود. السلام اللي كان فقده شاول كان يملأ داود. وهكذا ايه؟ الانسان فينا ايه؟ فيه الحاجات دي كلها. الحاجات دي كلها. اذا احنا لازم نبقى واعيين قوي قوي لمن هو الروح القدس. هو الله ساكن جوايا. مش كده لما ابتدي اسال اقول ايه؟ نعرف ولا ما نعرفش؟ اظن يعني عيب ان احنا ما نعرفش الروح ربنا اللي ايه؟ القريب قوي مني. اوقات بنشتكي كتير جدا يقول لك انا اصلا انا بعيد عن ربنا. بعيد عنه ازاي؟ بعيد عنه ازاي؟ ده هو جوايا. ده هو جوايا، لازم اعرفه. وخلي بالكم ان الله اللي ساكن فيك ده لا يمكن يقعد ساكت، هيشتغل فيك. ده يقول لك ايه؟ ما تنعاش هم حاجه، لو جيت وقفت في موقف حرج يعطيك ان تتكلم كلام وحكمه لا يستطيع جميع ايه؟ معانديكم ان ايه؟ يناقضوها او يعني ما يقدروش يقاوموها. خدت بالك؟ فهي روح ربنا اللي جواك ده بيعمل كتير قوي قوي قوي. يا ريت ان احنا نبتدي بقى ايه؟ نتعامل معاه ونتجاوب معاه. واخر حاجه هقولها لك، روح ربنا القادر ان هو يعمل فيك حاجات كتيره جدا، ما تطفيهوش. ما تطفيهوش. بس انا عايز اقول ايه؟ يعني غالبا احنا بنعمل الاتي زي بالظبط كده. ايه؟ الملك جه دخل البيت عندك. ما هو الله ده مين؟ ملك الملوك ورب الارباب. فانت استضفته وقعدته في احسن حته في البيت اللي هي ايه؟ اوضه الصالون. وسبته وطلعت في اوضتك انت ومسكت الايه؟ وقعدت اشتغلت بيه. والضيف اللي راكنه في البيت ده ايه؟ ما انتش دريان بيه. فهمتوا حاجه؟
احنا الوقت كده مشغولين قوي بالجهاز اللي في ايدينا ده، وسايبين روح ربنا اللي جوانا كأنه مش موجود. يا ريت نرجع بقى ننتبه له، لأن اللي عندك اللي جواك ده مين؟ الله الذي في البدء خلق الله الايه؟ هو ده هو. فياريت بقى ايه؟ نوعاله قوي، وبعدين بقى ايه؟ خليه هو اللي يرتب لك امورك ويرتب لك حياتك. صدق لو انت وعيت لوجود روح ربنا اللي جواك هتكون انجح انسان في العالم، زي ما كان الرب مع يوسف، فكان رجلا ايه؟ ناجحا في كل شيء يعمله، لدرجه ان فرعون قال ايه؟ هل نجد إن رجلا مثل هذا فيه ايه؟ مين يقدر يكمل؟ روح الله. هل نجد مثل هذا انسانا فيه ايه؟ ما فيش واحد زي ده روح ربنا اللي شغال فيه. اي سؤال؟ اي سؤال؟ نعم. زي ايه؟ انت اسمك ايه الاول؟ مينا؟ بيتر بيسأل سؤال بيقول ايه؟ ازاي ادم وهو في روح ربنا وروح ربنا ما قالوش ما تغلطش؟ طب انت عارف بقى، انت عارف ده مش بس ده مش قال له، ده كمان حافظها، كان حافظها. أحقا قال لكم الله أن لا تأكلوا من جميع شجر الجنة؟ لا، من الشجرة التي وسط الجنة شجرة معرفة الخير والشر لا نأكل منها، لأن يوم نأكل منها موتا نموت. وخلته كانت. نعم. نعم. ليه ربنا عمل شجرة الخير والشر؟ بس دي بعيدة عن حكاية الروح القدس طبعا. ليه؟ زي بالظبط كده واحد، انت اسمك ايه يا حبيبي؟ فادي؟ جان؟ في كلية يا جان؟ وليه يعملوا لنا امتحان يعني؟ هم ليه يمتحنوا لنا امتحان يعني؟ ما احنا خلاص احنا دخلنا الكلية ولا المعهد، خلاص يدونا الشهادة وخلاص. يعملوا لنا امتحان ليه يعني؟ أي سؤال تاني؟ اتفضلوا نصلي. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. إلهنا الحبيب الصالح يسوع المسيح، نشكرك يا رب ونمجد اسمك، لأنك يا ربي طهرتنا بدمك اللي سفكته على عود الصليب. أعطيتنا يا ربي روح البنوة، روح التبني اللي بيه يا ربي احنا ولاد ليك، وانت أبونا السماوي، وجعلتنا يا رب هيكلا لروحك القدوس ساكن فينا. ما بقيتش يا رب بعيد عننا، ده انت قريب جدا مننا، قريب جدا ساكن فينا يا ربي. وانت قادر يا رب انك انت تعمل كل الخير لينا، وانك انت يا ربي بتهيئنا وبتجهزنا يا ربي للأبدية والملكوت. لكن يا ربي أعطينا أيضا يا ربي، أعطينا يا رب أن نستجيب لعملك فينا، نستجيب لعمل روحك القدوس فينا يا رب، الذي يعمل ويثمر فينا ثمار الروح القدس. بارك يا رب كل إخواتي اللي واقفين قدامك، أعطيهم يا ربي نعمة فوق نعمة، احفظهم يا رب في يمينك، باركهم يا ربي، واجعلهم كلهم يا ربي شهود ليك، من أجل يا ربي دمك اللي سفكته على عود الصليب. اغفر لينا جميع خطايانا، لأجل يا رب شفاعة الست العذراء مريم والقديس ملاك ميخائيل، صلوات كل آبائنا الرسل، صلوات القديس مرقس أنبا بطرس. اسمح رب نصلي بالشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من شر المسيح يسوع ربنا، لك الملك والقوة والمجد الأبدي، باسم الآب والابن والروح القدس. محبة الله الآب ونعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية الروح تكون مع جميعكم آمين.
شباب معلش هنقعد دقيقة واحدة بس، في تنبيهين صغيرين